مين عامل ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني كتير ومبسوط جدا انك انت هنا معايا بجد. يعني انت وحشني اكتر، والف مبروك على البودكاست حبيبي. ويعني من اول حلقه والله وحاطط في دماغي ان انت يوم ما تفتح معايا الموضوع، بس اللي هو لو قلت لي مين ازيك اقول لك انا جاي. انا فعلا انا مجرد ما قلت لك انت قلت لي انا كنت متوقع انك انت هتقول لي وانا موافق يلا انا جاي لك على طول. دي حقيقه، الف مبروك وانت عامل حاجه حلوه يعني. ربنا يخليك حبيبي. ومبسوط ان انا معاك يعني صدقني بص مبدئيا انا ومينا عشره عمر كبير قوي. دي حقيقه. بس مينا فنان كبير ومينا حقق حاجات كتير قوي في وقت تقريبا قليل. مينا راجل ممثل يعني متلون في كل حاجه، مش كوميدي بس عشان بس الناس مقتنعه ان هو مينا بتاع كوميدي بس. مينا بيعمل كل حاجه، مينا بيألف ومينا بيخرج على فكره يا جماعه. دي حاجات برضو، وبيغني وقريب هعمل بودكاست ان شاء الله ان شاء الله. هو بيعمل كل حاجه فعلا بجد. يعني بس الناس عارفه ان هو عشان ستاند اب كوميديا فهو بتاع كوميديا، بس اللي هو بيعمل حاجات كتيره جدا وبيألف وفعلا بيخرج وبيعمل حاجات كتيره قوي. انا شخصيا اشتغلت معاه مخرج، فلا يا جماعه واشتغلت وهو مؤلف. ايوه دي حقيقه، كنت عايز اقول اشتغلت وهو مؤلف. ماجد يمكن اول مش عارف أول هتفتكر ولا لا، كانت اول يعني ماجد يعني من وهو صغير بيمثل كتير جدا جدا جدا، بس كان في ورق كده معين كنت انا اللي كاتبه، وكلمت يومها مع المخرج قلت له انا عايز ماجد البطل وبتاع، وحتى المخرج اتفق معايا جدا. حصل. الازمه مش في الازمه مش في كده، فاكر الازمه ان كان ماجد هو بطل العرض، وكان في مشهد كده على الورق كنت انا كاتبه يعني 3-4 دقايق يعني على الورق، فما لقيناش ممثل يعمل الورق ده، فانا دخلت انا اللي العب الدور ده. وكان عنده شرط ان مين يمثله قدامك. المخرج كنت انا والمخرج اللي بنعمل الدويتو دوت يعني، فهو كان مشهد 3 دقايق يعني، ده كان في اول ليله عرض. اخر ليله عرض ماجد كان بيتعامل مع المشهد بتاع ان هو البريك بتاعه. ايوه انا بقعد في الكواليس ويشوف بقى تقريبا كان دوري كله نص ساعه وساعه الا ربع، وبقيت المسرحيه انتوا يعني مش عامل حاجه تاني. دي حقيقه. فلا ماجد انت حلو حبيبي والله، والف مبروك على كل حاجه حلوه، ربنا يخليك وعلى كل حاجه بتحققها، ويعني ربنا يزيدك. انا مبسوط. بص انا هبدا معاك واسالك على كام حاجه. هسالك واقول لك مثلا هل انت بتعتبر سنه 2016 بالنسبه لمينا نادر، وهقول لك ليه 2016 دي سنه السعد بالنسبه لك. 2016 دي السنه اللي انت كنت فيها في ذا كوميدي، تمام، وخدت مركز، وبعدها عملت ثلاثي ضوضاء الحياه. انت من قبلها كنت معروف وكنت بتعمل ستاند اب كوميدي ومثلت وعملت حاجات كتير قوي، بس حسيت ان دي كانت انطلاقه انه مينا بيظهر على التلفزيون كتير، بنشوفه على التلفزيون كتير، مش بس في حفلات والناس بنروح له ونعمل. دي حقيقه. دي يعني بص، دي يعني خليني اقول لك ان قبل 2016 كان وارد مثلا ايه يعني كل 10 ايام واحد يقابلني في الشارع، مش انت مين اللي ستاند اب كوميديان ومش عارف ايه، ويتصور معايا وبتاع، وكان احساس حلو برضه يعني، للامانه كان احساس حلو. في 2016 حصل كده كام خطوه حلوه ورا بعض، كمان كان ربنا مسهلها جدا. حصل مسابقه نجم الكوميديا، وبعديها برنامج ثلاثي ضوضاء الحياه، وانا بصور ده كنت بصور تياترو مصر. بعديها على طول كلبش، فاهم؟ فهي الاربع خطوات. انا بالنسبه لي السنه دي انت عملت حاجات كتير قوي ورا بعض. بالظبط يعني كان للامانه بقى رد الفعل في الشارع كان حلو جدا. كان يعني انا عمري ما انسى برضو، كان اياميها مسلسل كلبش اول جزء ده كان بيتذاع، فكنت عامل دور مش لطيف خالص يعني. أيوة. وكده كان الناس بتوقفني في الشارع يحاسبنوا في وشي، حسبي الله ونعم. فانا كنت اول ما اقول له يعني انا حلو ولا انا وحش ولا انت متضايق ولا انا كويس ولا ايه. فمن يعني انا ما كنتش عارف ان هي 2016 مش بحفظ السنين. انا بقى انا مذاكر من قبل ما اجي، انا مش بحفظ السنين يعني. بس هو للحقيقه يعني من السنه دي رد فعل الناس في الشارع اختلف. الواحد حقق حاجات اكتر واكتر. يعني الواحد اتعرف واحتك بناس كبيره وناس كتير، ويعني كانت سنه مهمه. تمام. طب اسالك برضو على حاجه عشان بس اصل الموضوع ده انا عارف مينا تعب قد ايه عشان يوصل لحاجات كتير. انا يمكن اكتر واحد لامس ده. ممكن الناس ما تكونش متخيله انت تقريبا من انت من اعدادي ولا من ثانوي بتمثل عشان توصل للمراحل دي. انت مهندس للي ما يعرف الراجل ده مهندس، ده مش مهندس. ناس كتير تعرف المعلومه، انا مهندس كهرباء باور اللي هو ضغط عالي وحاجات كده، بس يعني فاهم يعني ممكن ادي الموبايل لماما ولا احطيه على الشاحن عشان ما يضربش في الشارع. لا يعني انا خريج هندسه، مش هقول بس سنه كام عشان ما حدش يقول ان احنا كبار وبتاع، بس انا خريج هندسه، بس انا ما حبيتش خالص. وهو كان ديل، كان حاصل اتفاق كده مع بابا. قلت له بابا عايز ادخل معهد علي فنون مسرحيه. قال لي ما فيش الكلام ده. قلت له تمام يعني. فابويا برضه يعني كان ممكن ادخل، بس ابويا برضه يعني يعني ما كانش هيبقى فيها بياته يعني. كنت بدور على معهد وبدور على سكن. فعملنا اتفاق كده ضمني يعني. قال لي هات لي الشهاده واعمل اللي انت عايزه. فقد كان يعني
خدت الشهاده يعني الحمد لله انا من وانا صغير طالب متفوق يعني عمري الحمد لله ولا شلت ماده ولا عدت سنه ولا حاجه فجبت له الشهاده وعملت اللي انا عايزه. دي احلى حاجه. بس انا هقول لك على حاجه، في كتير قوي تقريبا ممكن يكون السؤال ده بيتسال بمعدل، لو احنا 100 مليون فهو بيتسال مثلا في اليوم 100 مليون مره، كلنا عايزين نمثل، تقريبا الشعب المصري كله عايز يمثل. لا طبعا لا ده غلط، هو نص الشعب عايز يمثل ماشي، والنص الثاني عايز يبقى محمد صلاح يعني هي معروف هو نص كوره عايزين مشاهير وخلاص. بس انا هسالك بطريقه انه مينا تعب كتير قوي عشان يوصل لحاجات كتيره في حياته، انت شايف انه عشان توصل اصلا في حاجه في الوسط الفني الموضوع فعلا سهل، ولا الموضوع عايز اجتهاد، ولا عايز موهبه، ولا عايز ايه بالظبط؟ بص يعني انا دايما مثلا خلينا ارد على السؤال ده بس من بعيد شويه. تمام، انا دلوقتي مثلا عندي ازمه ان انا لما بقعد مع اصحابي في اي حته يفضل يقول لي يا عم انت الوسط بتاعك ده مش عارف ايه، يا عم الوسط بتاعك ده مش عارف ايه. انا دايما مقتنع ان اي وسط في الدنيا فيه الحلو والوحش. بمعنى خلينا نتخيل ان احنا موظفين في بنك، هتلاقي فيه الموظف الشمال المرتشي، وفي الموظفة اللي بتهق وبتمق، وفي الراجل الكويس اللي بيتقي ربنا وحاجات، فاهم؟ في كل حاجة في البنك، ما حدش يعرف حاجة بره البنك. فهو احنا الوسط بتاعنا زي اي وسط، في الحلو وفي الوحش وفي اللي مش كويس وفي كل حاجة. بس احنا عشان شغلانتنا اون سبوت فالحاجات بتتعرف، الحق ده الفلانة الفلانية مش عارف حصل معاها ايه، الحق ده الفلانة الفلانية عمل ايه، فاحنا عشان بس اون سبوت. فانا ده فارق معايا ان انا اوضحه ان احنا زينا زي اي وسط. انت في المستشفى هتلاقي في دكاتره شمال وفي دكاتره كويسه، في البنك في ايا كان الكارير يعني. فالتمثيل او الوسط الفني زيه زي اي كارير في الحاجات دي، وبرضه زيه زي اي كارير في التعب والمجهود. مفيش دكتور هيحقق اسمه غير لما يتعب ويطلع عينه دكتوراه و2 و3 وابحاث و2 و3 وما يستكبرش عن ان هو يتعلم. فانا شايف كده انا تعبت بس انا لسه ما حققتش حاجه، ولسه هتعب اكتر واكتر، ولسه انا نفسي احقق اكتر واكتر. وانا مش شايف ان ده مش تعب، بالعكس هو الكنز في الرحله زي ما بيقولوا. وانا يعني انا دايما اقول كده، اقول انا حتى لو عمري ضاع وانا في المنطقه دي، مش انا اللي هقول انا الذي ضاع فالوهم عمري، لا ده مش وهم بالنسبه لي، دي حياتي وانا حابب اللي انا بعمله. فلو قضيت فيه 100 سنة وما وصلتش لحاجة، دي نعمة ان انت تبقى عايش بتعمل حاجة بتحبها يعني. انا فاكر والله يوم ما اتخرجت كده قعدت احسبها كده، اروح اشتغل مهندس عشان اجيب فلوس، عشان ما مش هينفع امد ايدي لابويا، هو مش هيتأخر عني بس انا برضو عايز اعمل حاجة. فقلت له كده يعني، انا فاكر والله يعني انا يعني قلت له يا رب كده يعني، قلت له يا رب اديني ان اشتغل الحاجة اللي بحبها وتبقى مكفياني، ما تحوجنيش ان انا اشتغل حاجة مش بحبها عشان اجيب مصاريفي. فدي نعمة كبيرة ان العمر بيعدي ده وهو بيعمل حاجة بيحبها، ده انت افرح. ده في سوري غيرك مجبر على شغلانات عشان يعيني عنده اقساط، عشان عنده التزامات، علشان عمره عدى وما عرفش ياخد الخطوة الانتقالية دي في الاول. فدي نعمة كبيرة ان احنا بنعمل اللي احنا بنحبه يعني، نعمة اكيد. بس طبعا هقول لك ما بتخافش اوقات انه مثلا يعني في ناس كتيره مشهوره دلوقتي بس اتشهر على كبر، يعني بيومي فؤاد اتشهر على كبر، سيد رجب اتشهر على كبر، مين يعني في ناس كتيره قوي من الكبار دول، اللي هو انا مش متذكر اسمه، اللي كان عامل رمضان حريقه، اتشهر على كبر. ما تخافش انه مثلا انا بتعب ممكن اتشهر على كبر، يعني اتشهر بقى اللي هو ابقى نجم اول، نجم شباك بقى، فاهم؟ اللي هو ابقى محمد صلاح بس في الفن بقى، فاهمك. بص يعني مش خايف من ده، لان زي ما بقول لك الشهرة دي يعني سايد افكت، يعني الشهرة دي حاجة جانبية بالنسبة لي. يمكن انا كنت يعني دلوقتي لحد ما الواحد معروف في الشارع شوية بنسبة اكبر من زمان. خليني اقول لك لا، انا بالنسبة لي يعني ما بحبش اقول كده عشان دي نعمة في الاول وفي الاخر ربنا ما يزولهاش يعني. انا زمان كنت اريح، لا زمان انا وماجد لو بنهزر في الشارع براحتي، مش لازم ابص يمين وشمال، مين شافني ومين ما شافنيش، واقف مع اصحابي زي اي جماعه اصحاب في شله، عندنا هزار ما ينفعش يطلع على الهوا، عندنا حاجات، عندنا براحتي يا معلم. انا ماشي انا وبنت صاحبتي وعايزين نتخانق مش لازم نبقى قاعدين في وش بعض الناس حوالينا ده انا لما نروح ليه يا معلم؟ لا، فالشهره دي انا بالنسبه لي مش احلى حاجه في الدنيا، بس الحمد لله طبعا ربنا يديمها نعمه. فموضوع الشهرة تيجي متأخر ولا ما تجيش متأخر مش فارق لي، كل فارق لي ان ابقى عايش بعمل اللي بحبه يعني، هو ده اللي يفرق لي بجد يفرق لي
ان انا ابقى بصحى كل يوم الصبح عندي شغف وانا رايح الشغل، صح. وانا مروح بالليل ابقى عندي لحظه سرحان كده اللي هو يا كان يوم حلو النهارده. عارف انت في ناس كتير مجبره على اشغالها ما عندهمش الاحاسيس دي. بحسها كل يوم بعد ما اخلص بودكاست وانا مروح أيوة. بحس الاحساس ده أيوة انا مبسوط قوي النهارده. تخيل مثلا شغال حاجه بقى انت مش حاببها اصلا صح. انت هتبقى صاحي الصبح مش قادر. انت يوميا اروح ما اروحش، طب ما يخصم اليوم مش رايح فاحنا في نعمه كبيره. ففكره الشهره تيجي امتى مش يعني مش لازم. انا بالنسبه لي يعني كمينة مش انت مستمتع بالرحله اللي بتعملها، مستمتع بالحاجه اللي بتحبها بغض النظر نتائجها، دي حقيقة مش فارقه معاك، ودي حاجه حلوه. يعني خليني اقول لك على حاجه مش عارف انت هتسالني فيها ولا لا، ده بجد بس قولي. انا فارق معاك الكلام فيها. هي بتضايقني جدا او يعني لا يبقى شيء بتضايقني جدا. هي حاجه الناس فعلا مش فاهماها. انا مقتنع بكده ان احنا اكتر شغلانه فيها ضغط نفسي بمعنى الكلمه. انت يعني هكلمك عن نفسي مثلا، انا مثلا وانا قاعد في بيتنا كده مفيش شغل ببقى قاعد عمال اهري وانكت، طب هيجي شغل ولا مش هيجي، طب هيجي ولا مش هيجي، هيجي ولا هوبا جه شغل اسكت، لا اهري وانكت بقى. هنعمله ازاي عايزين نعمله بطريقه مختلفه مش عارف ايه، عملناه وعملناه بطريقه حلوه والمخرج قال لنا برافو نفرح. لا في خطوه قبليه هيعجب الناس ولا مش هيعجب. سيبك بقى من المخرج والصناع فاهم. هيعجب الناس ولا مش هيعجب الناس ولا مش هيعجب. نزل وعجب ما بنهبطش بقى، يعني ما نهمت ما فيش بقى. اللي جاي هيبقى نفس المستوى ولا اوطى ولا هنعلى ولا هننزل. طب هيجي شغل ونفس السايكل. انا عايش في اوفر سينكينج والله انا حتى الموت. انا عن نفسي يعني حتى على مجال السوشيال ميديا لما نعمل فيديو مثلا ويطرقع، طب ما اللي جاي ايه يا معلم؟ انت ذات نفسك لو نزلت حلقه والحلقه ضربت، طب ما الحلقه اللي جايه هجيب مين يا نهار ابيض؟ فاهم الفكره؟ فدي سايكل الناس مش فاهماها. في برضه سايكل الناس مش فاهماها، الا وهي ان ممكن فنان بدون ذكر اسماء، يعني ممكن فنان يعمل عمل وياخد المليون جنيه، ياخد ال2 مليون جنيه، ياخد ال10 مليون جنيه، وارد يقعد في بيتهم بعديها سنه سنتين. صح. فده اصلا يعني اي راجل قله الشغل بتقريفه وبتضايقه. فاحنا شغلانتنا على كف عفريت، وشغلانتنا انت ما بتبقاش عارف بكره في ايه. وعارف بقى ساعات بقى بتيجي عليا لحظات، ده بجد يعني، بس الحمد لله لسه ما اتملكتش مني. يعني بيجي عليا لحظه كده اقول ثانيه واحده انا بكره هنزل اشتغل موظف. الاستقرار النفسي اهم بكتير من حاجات كتير. يعني لا فكره يا باشا حتى لو جالي فاهم 2000 جنيه في الشهر انا مسستم نفسي عليهم، عايش في استقرار نفسي، في استقرار مادي، في استقرار مش عارف ايه يعني. فما فيش استقرار في الشغلانه دي. لا هو صراع قوي ما بين انه انا بعمل حاجه اللي بحبها بس هي مش حاجه مستقره. وعلى فكره برضه في صراع تاني انا بشوفه بقى، انه اعمل اي حاجه عشان بس اي عمل يجي لي عشان اخد فلوس، وحتى لو نص لبق ولا نقي بقى واختياراتي، فهبقى بعمل اعمال اقل، فممكن اتنسي او ممكن ما ابقاش موجود في وقت من الاوقات. بحس ان ده بقى صراع، اصلا صراع جوه الصراع. دي حقيقه مش عارف اعمل ايه. لا هي شغلانه كلها صراعات، بس اختلفت فيها بقى وجهات النظر. يعني في وجهه نظر يقول لك لا يا باشا انت في الاول انتشر واعمل بقيت اسم ومفيش حد في الشارع مش عارفك، ابدا نقي. فاهم الفكره؟ في ناس لا بتفضل ماشيه بالكونسبت ده لغايه اخر العمر يعني. بس هو كل واحد وليه وجهه نظره وليه الاستراتيجي بتاعته، فعلى حسب ما انت بتبقى مفكر او مقرر لنفسك. طب انت شايفها ايه؟ انت شايفها بالنسبه لك انت انتشر ولا انقي واعمل؟ ما انا بقول لك انا عن نفسي انا كمينيا في دلوقتي انا بنتشر، ولو جالي ايه يعني بس يعني ممكن اركز وابدا افكر في موضوع المساحات. ان مثلا اخر مسلسل انا مثلا كنت مثلا 40 مشهد 50 مشهد على مدار المسلسل، ما ينفعش المسلسل اللي بعده اعمل 4 مشاهد اكيد. الا برضه انا بقول لك هو انا كمينيا انا ممكن اوافق. يعني لو ال4 مشاهد دول مثلا دور حلو، حاجه جامده، بالظبط، حاجه تزيد لي، شدتني كده، او مع نجم كبير مع حاجه. يعني في مثلا انا اروح مثلا لو عادل امام لما كان بيعمل مسلسل، لو انا اروح اعمل مشهد مع عادل امام هروح. انا لغايه دلوقتي بقول كده، انا بقول لغايه دلوقتي اهو، انا لو مشهد واحد مع عادل امام والله انا لو عامل ايه قبليه، انا لو مشهد واحد معايا انا تمام. لسه بتفرج على محمد ثروت كان بيتكلم كده ان هو لما جاله بتاعت مسلسل بتاع مع عادل امام، فقبل ما يروح فقال لهم يا جماعه انا اي حاجه له هم 4 مشاهد، انا تمام موافق. بل لما قرا لا هو اكتر من 4 مشاهد، بس كان موافق من غير ما يبقى في اي تفكير في الموضوع. في مره يعني الزعيم ربنا يديله الصحه، في مره كنت في المدينه بصور حاجات وبتاع، وحرفيا لقيت زحمه جدا عند الكافيتيريا وحاجات كده، زحمه اوفر يعني، وعربيات كتير وبتاع.
فبسأل فيه ايه، اتقال لي الزعيم في الاستراحه. لا انا حرفيا ركنت من سنه، عارف انت العيال بتصوروا ايه وان اشوفه، والله ما بقرا ان اشوفه ما عرفتش. يعني ده الشخص الوحيد اللي انا بوصل معاه المرحله دي. انا امنيه حياتي ان انا اشوفه او اتصور معاه مثلا، او يعني مش هصور معاه، اتصور معاه يعني. اي حاجه والله. وفضلت واقف كده طب ظهر شفته، طب حصل اي، طب لمحت، طب لابس ايه. ده بجد يعني انا الزعيم بالنسبه لي في الحته ده ايوه يعني تاريخ ولا ما فيهاش دي. راجل جميل. انا بحس انك بتعمل حاجه دلوقتي، ودي بصراحه انا عجباني، انا يعني هقول رايي بصراحه فيها. حاسس انه مينا بيختار شغله اللي هو الاون كاميرا بقى، اللي هو مثلا انا دلوقتي هعمل مسلسل، هعمل مسرحيه، هعمل فيلم، هعمل حاجه، بينقيهم كويس قوي، وفي نفس الوقت بيحقق الانتشار من الوسيله اللي هي اصلا معموله عشان الانتشار، اللي هي السوشيال ميديا. ودي لعبه حلوه، انا ما اعرفش انت ممكن تكون قاصدها فعليا ولا لا، بس هي لعبه صايعه وحلوه جدا. وانا دي الوسيله دي وصفتها ايه؟ انتشار. انا هستخدمها في الانتشار، وفي نفس الوقت انا بنقي ادواري وحاجاتي اللي هي بتحافظ لي على الرونق اللي انا وصلت له في الحته دي. هل انت قاصد ده فعلا؟ دي حقيقة. أنا زي ما بقول لك، أنا على السوشيال ميديا مثلا ممكن أبقى بهس أو بنلعب أو بنهزر. جات لي فكرة 2 صحاب أقول لك ماجد يلا بينا يلا بينا، جات لي فكرة مش عارف أكلم واحد صاحبتي يلا بينا يلا بينا. فالسوشيال ميديا عاملها كده للهز. لكن نيجي بقى يعني هيجي مثلا مسلسل ولا هيجي سينما أو هيجي أيا كان عمل إيه يعني، لا تعالى يا باشا احنا بنعمل ايه. بس هي دي الفكره زي ما بقول لك. انتشر برضو بنشتغل كتير وبتاع، بس تعالى بنعمل ايه. مش بنهس، مش بلعب. العب على السوشيال ميديا لكن ما بلعبش هنا. العب على المسرح في ستاند اب كوميدي لكن ما العبش هنا. فاهم الفكره؟ انا شويه بحارب في شويه كام اتجاه شويه، بس الثلاثه تقريبا ليهم علاقه ببعض. انا بلعب ستاند اب كوميدي وبقدم كونتنت على السوشيال ميديا وبجتهد في التمثيل وبجري وبنسعى في التمثيل يعني. طب هقول لك السوشيال ميديا بالنسبه لك من وجهه نظرك انت شايف ان هي بتساعد الممثل ولا ما بتساعدوش؟ اصل في ممثلين بتستخدمها بطريقه خاطئه قوي، وفي ممثلين بتستخدمها بجد بطريقه ذكيه. انت شايف هي اصلا كسوشيال ميديا هي عنصر بالنسبه للممثل بقى، خلاص انا دلوقتي نجم وبمثل، هل هي حاجه فعلا تساعده ولا حاجه تضره لو ما عرفش يظبطها صح ولا ايه؟ بص خليني اقول لك على حاجه. يعني في فنانين بس تعالى ايه ما نقولش اسماء يعني لا عشان ايه ما تزنقنيش. لا مش هقول اسماء. يعني في ممثلين حرفيا مثلا بيعملوا فيلم كل سنتين. ماشي. فخلينا نتخيل ان هو بقى متواجد على الارض فين شهر شهرين في شباك السينما، وباقي ال 22 شهر بتوع السنتين مش موجود. فبقى بيعمل ايه بقى؟ مثلا يكتب كومنتس مثلا على السوشيال ميديا، يعمل فيديوهين لايف، يعمل فيديوهات هسايه مع اعلان في التلفزيون، فبقى متواجد. لكن خلينا نتخيل ان هو مش موجود على السوشيال ميديا ولا على اي بلاتفورم مثلا، لا هيتنسي شويه. يعني خلاص هي مش فكره مين بيعمل ايه، هي فكره دلوقتي المفروض مننا نعمل ايه. خلاص السوشيال ميديا دخلت جوه كل بيت وبقى مهم. وبقى ده دلوقتي في اتجاه في البرودكشن بقاله اكتر من سنه، هما بيجيبوا بلوجرز وانفلونسر يمثلوا. انا هجي لك في الحته دي ما تسبقهاش ماشي يعني، ده قصه احنا داخلين فيها، ده قصه هنتخانق في الحته دي، ده قصه انا هنغوط فيها جامد يعني. انا محضرها لك. فلا لازم على كل فنان، انا ده رايي الشخصي، ان يبقى موجود على السوشيال ميديا ويبقى موجود في التلفزيون وموجود في السينما وموجود في الراديو. انا بص انا وجهه نظري كده، انا مينا كده، انا لو ربنا اداني وبقيت نجم شباك ورقم واحد انا مش هبطل اعمل ستاند اب كوميدي. صح. بتحبها برضه. بالظبط. فكره يا معلم، ما انت مش موظف يا معلم، انت مبسوط. فانا هكذا لو انا رقم واحد وجات لي حسايه ليه ما اصورها وانزلها فيسبوك يا معلم؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما دام حاجه ما تاذيش وحاجه طليق وحاجه يعني من الحاجات اللطيفه دي، يلا. فانا ده رايي ان لا، مهم تواجد السوشيال ميديا لاي فنان. بس في فنانين طبعا بتستهبل، وده قلنا بنستقبل فمش هنذكر اسماء. يعني فاهم. ففي فنانين بتستقبل وبتهس من اجل ان هم انا اهو بيبقى باين ان هو بيركب ترند طول الوقت. الموضوع ما بيمشيش كده بالظبط. يعني باين ان انت معلم بتركب ترند، وباين ان انت سوري يعني بتعمل كده يعني فاهم. فلا ما تعملش كده يعني. هتخليك على متواجد على السوشيال ميديا، خليك في رونقك في الهاله بتاعتك.